بصوا حبايب قلبي، دي البيتزا اللي انا هعملها النهارده، اللي انا عملتها النهارده ليكم، هوريها لكم. بصوا حبايبي اهو، بصوا جبت لكم اللقمه بتاعتها من تحت، شفتوا اللون عامل ازاي، مستويه وحلوه. هقطع لكم برضو قطعه منها، يعني قطعيه بالبلدي كده بايدي يعني، عشان اوريكم ايه، لاني سخنه، لو ما قطعتها بالسكينه هتعجن. تمام، بصوا هشه ازاي خطيره. بصوا حبايب قلبي جميله ازاي، بصوا لقمتها هشه ازاي ومتفرغه وجميله حلوه قوي قوي قوي. هنزل لكم دلوقتي بالمقادير. بصوا حبايبي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يحسن ما بين إيدينا يا رب. هعمل لكم النهاردة بيتزا هتعجنيها بالبصل، واتحدى أي حد يكون عمل نفس المقادير بتاعتي. تمام، هنستخدم هنعاير بالكوباية، هنعمل 8 كوبايات دقيق. طبعا انت بتعايري الدقيق حسب أفراد أسرتك، يعني مثلا لو انتوا فردين كفاية تعملوا مثلا كوبايتين دقيق، لو 4 أفراد اعملي 5 كوبايات دقيق، أو اعملي 4 كوبايات دقيق لو 5 أفراد، بترمي معاكي جميلة حلوة جدا يعني. بصوا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم، دي عملت 3 كوبايات ونص، ده كان باقي عندي نص كيلو دقيق، عمل 3 كوبايات ونص. تمام، هكمل طبعا من كيس الدقيق الباقي. زي ما قلت لكم، بيتزا بعجين بالبصل، هتعجنيها بالبصل، واتحدى أي حد يكون عمل بنفس مقاديري. كل المقادير دي مقاديري أنا، من عندي انا، يعني نفسي انا في الاكل. هكمل النص كوبايه عشان يبقوا 4 كوبايات. تمام، ادي الكوبايه ال5، لو زادت منك حبه مش مشكله، 5 كوبايات. هنحط بيكنج باودر، بيكنج باودر اللي هو الاصلي او كيك شيف، بيدي هشاشه للقمه زي العجينه بتاعت بره بالظبط. تمام، بتحطي بتاع نص معلقه كبيره، نص كيس البيكنج باودر يعني، بتحطيه عشان بتنخليه مع الدقيق. برضو الدقيق لازم تنخليه عشان يدخلك هوا في العجينه تبقى هشه. لو عندك دقيق انت حاطاه في التلاجة عشان ما يسوسش مثلا، انخليه مرتين 3 عشان تبقي طلعتي منه الرطوبه ودخلتي له هوا يبقى هش معاكي. دي كده الكوبايه ال5، ادي 5 كوبايات، 6. لو نزل منك زياده مش مشكله، انا ما عبرتش في اناء اخر يعني قبل ما احضر، انا بستخدم معاكم على طبيعتي يعني، مش بحضر المقادير اللي بتتحضر قبل بحضرها، اللي مش بقدر احضرها او كده ما بسيبها يعني. تمام، عملوا معايا 8 كوبايات دي، دول نخلتهم حلو. زي ما قلت لك لازم تنخلي الدقيق بتاعك عشان تدخلي هوا في العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوبايه اللي انا عيرت بيها الدقيق دي، عملت نصها ميه في طبق، وحطيت عليه معلقه كبيره سكر، وحطيت النص الكوبايه اللي عيرت بيها الدقيق حطيت نصها ميه، كيس خميره فوريه، معلقه سكر كبيره، وسبتهم اجربها تيست. هنا ملح، فلفل اسمر، توم وبصل بودر، بهارات فراخ، والسبع بهارات. دي برضو من عندي انا، مفيش حد بيعمل عجينه البيتزا بالمقادير دي اطلاقا، لو دورتي في الدنيا كلها محدش بيعمل البيتزا بالمقادير بتاعتي دي انا بعملها. ليه انا بالمقادير، واحط لها التوابل، واحط لها البصله والحاجات دي بصله متوسطه اديتها ضربه في الكبه، لا هي مبشوره ولا هي قطعها كبيره، يعني ضربه في الكبه ضربه وسط زي ما انت شايفه كده، زي اهالينا زمان لما كانوا يخرطوا البصله بالسكينه الصغنن يعني، زي كده اهو. تمام، انا بحط ليه المقادير دي عشان محدش يقول ده هي بتفنن وتلخبط والكلام ده، لا، انا بحط البهارات وبحط البصل علشان اطعم العجينه، ما تبقاش عجينه مثلا دقيق وزيت وعجينه بيتزا عاديه، لا، بطعم لك اللقمه بتاعتك اللي انت هتاكليها تبقى طعمه انت بتاكلي. الله، ريحه العجينه حلوه، طعمها حلو، حتى لو حروف العجين البيتزا ولادك ما اكلوهاش هتاكليها لان طعمها بيبقى حلو. تمام، نفس الكوبايه عملت نصها زيت. تمام، عملت نص كوبايه زيت. كل حاجه البيت. بصوا حبايبي، نزلت بنص كوبايه زيت،
نفس الكوبايه برضو عملت نص كوبايه زيت وحطيتها. حطيت الخميره اللي قلت لكم عليها نص كوبايه. عملت الاول تست الخميره بنص كوبايه ميه، نفس كوبايه نص ميه كيس الخميره الفوريه كله ما يعادل معلقه وشويه كبيره خميره، ومعلقه كبيره سكر عشان بتنشط العجين. اي عجين فيه خميره حطي له سكر، السكر بينشط الخميره معاكي سواء كانت خميره بلدي او خميره فوريه. تمام. وبنعجن. انا طبعا حطيت الميه، عيرت طبعا بالكوبايه، حطيت نص في الخميره وحطيت كوبايه في الاول، ادي 2. دي الكوبايه التالتة خدت منها شويه. تمام. وبعدين تعجني حلو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هتتعجن معاكي مش هتحتاج ولا الهوا تاني. هاخد حبايه ميه من الكوبايه الباقيه دي، هاخد بتاع يعني اكتر من نص الكوبايه الباقي كده. اخدت 3 كوبايات 4 كوبايات الا ربع ميه. برضو ما تحطيش الميه كلها اللي انا حطيتها، لان كل دقيق على حسب، كل دقيق حسب ما ياخد الميه. ممكن تحطي 3 كوبايات، الكوبايه رابعه تعملي زي تاخدي منها شويه شويه في العجينه بتاعتك، تلمي بيها من هنا من هنا. مش هضيف اي حاجه تانية. تمام. اهو خدت حبه ميه تاني عشان الم بيهم العجينه. هلمها وارجع لكم تاني. هلم العجينه عجينها حلو، وبعد ما ارجع المها هرجع لكم بيها تكون ايه، هوريكم قوامها في الاخر عامله ازاي، ولا بتلزق ولا اي حاجه خالص. بتبقى زي الملبن في ايديكي. هي المقادير مظبوطه بالسنتي، حلوه جدا. تمام. هلمها وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي اهو بعد ما لميتها ورجعت لكم. تمام اهي، مش بتلزق ولا اي حاجه خالص. طبعا كل الاطباق اللي جنبي دي كانت الحشوات اللي انا احضر بيها البيتزا، هجيبها لكم برضو اقول لكم عليها. هغطي العلبه بتاعتي واخليها تخمر. دي الحشوات بقى: جبنه موتزاريلا، الطبق ده فيه جبنه قريش كانت ناشفه عندي في التلاجة بشرتها بالمبشره، طماطم ما كترتش طماطم يعني ولادي ما بيحبوهاش بالطماطم، فلفل الوان، فلفل اصفر، فلفل احمر، اخضر، فلفل حامي. الصلصه عملت صلصه برضو هقول لكم عملتها ازاي. كده العجينه بعد ما خمرت اهو. معلش التصوير كان مش حلو، ابني اللي بيصورني راح الدرس، فابني محمد كان بيصورني فما عرفش يصور. ده الصاج اللي هو بتاع الفرن. عندي فرن، عندي الفرن بتاعتي كنوود كنت جايباها من زمان، دي فيها رف للبيتزا، يعني رف مخصص تسوية البيتزا. هوريها لكم. ده الصاج بتاعها، ده الصاج بتاع البيتزا. طبعا العجينه دي مش العجينه كلها على فكره، انا كان ولادي معاهم يعني خارجين درس وكده، فكانوا مستعجلين فاخدت من العجينه عملت لهم. فالعجينه عملت معايا 2 بيتزا وسط، عملت 2 بيتزا وسط و3 بيتزا كبير. عملت 2 بيتزا وسط و3 بيتزا كبير، المقدار اللي انا اديته لكم ده. تمام. يعني العجينه دي مش كلها، انا اخدت منها عملت بيتزتين وسط لولادي عشان كانوا رايحين الدرس. تمام يا فرده اهو على الساق. وهقول لكم برضو عملت عجينه البيتزا الصوص قصدي الصلصه. عملت الصلصه ازاي: قدحت تومه على النار وضربت طماطم في الخلاط، معاها فلفل حامي احمر وفلفل بارد احمر، رومي احمر بارد وحامي احمر اللي هو البلدي ده،
وبصلايه و3 4 وحدات توم، ده ضربتهم مع الطماطم في الخلاط. قدحت التومه على النار بالزيت، رحت نازله عليها بالطماطم، اتسبكت على الاخر لغايه ما نشفت وجابت زيتها. بتحطي لها لورا وروزماري وورد مجفف، وعطري بقى انت الصوص بتاعك اللي هو صلصه البيتزا. احنا عندنا ال الاجانب او العرب او اي حد يعني بيعطر صوص البيتزا ويحط ريحان والحاجات دي. لا احنا ما تعودناش على الطعم مش بنحب الطعم ده. احنا بنعطر الصلصه بتاعتنا بالبلدي بقى، البلدي بتاعنا اللي انت تعطري بيه الصلصه بتاعتك، اللي هو الروزماري واللورا وورد مجفف، ده بيبقى عند العطار. بصوا حبايب قلبي، الصلصه اهي نشفتها على الاخر على النار، ما ضفتش اي حاجه جاهزه من بره، من بيتك اعملي كل حاجه من بيتك زي ما قلت لك. عندك طماطم استوت في التلاجة اعمليها، عندك طماطم سلطه اعمليها. طول ما الطماطم استوت معاكي حلوه على النار هتديكي اللون الجميل ده. وتعطريها زي ما قلت لك بروزماري ولورا وورد مجفف، دول بيدوا نكهه للصلصه بتاعت البيتزا خرافيه. انما عند الاجانب ما بيعملوا ريحان قالوا مش عارفه والكلام ده، لا لا لا، ما ماليش انا في الحاجات دي، النبي عربي. دي وحده لورا طبعا انا خرجتها، هيبقى اوريها لكم عشان ما تقولوش ايه ده اللي في الصلصه. دي وحده لورا، خرجت اللورا اللي طلعت. اللورا بتدي نكهه هايله. وعلى فكره في ناس تقولك مش بحب اللورا، لا حطيها، مش بيبقى الريحه والنكهه اللي هي الاوفر قوي اللي انت ما تحبيهاش، لا بتدي ريحه ذكيه وجميله حلوه جدا يعني. دي الجبنه القريش كانت عندي ناشفه في التلاجة. انا لما بتنشف الجبنه القريش برميها في المش بصراحه، لكن لما ببقى عايزه بيتزا بسيب منها بره، بشرتها وحطيتها. الجبنه القريش لما بتنشف وتتعرض للحراره بتسيح زي الجبنه الموتزاريلا، وحتى لو ما ساحتش قوي بتطرى وتسيب كده، بيبقى طعمها جميل حلو جدا يعني. فطبعا كل الجبن بقت غاليه بره، فاعملي من بيتك. لو عندك جبنه فيتا اعملي بيها، لو عندك جبنه قريش ناشفه اعملي بيها، لو طريه، لو عندك جبنه طريه قريش قبل ما تبدأي عجين وخلاص هتبقي عارفة نفسك عاملة بيتزا، حطي الجبنة القريش في الفريزر. بصوا حبايبي، اللهم صل على سيدنا النبي، صلى على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمام؟ لايك حبايب قلبي وشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد مني. خلاص زي ما قلنا لو عندنا جبنة قريش طرية هنحطها في الفريزر، هتجمد معانا وهنعرف نبشرها. لو مش هتعرفي تبشريها قطعيها طرنشات خفيفة وحطيها زي الطماطم والفلفل الألوان. أنا بحط بقى الطماطم والفلفل الألوان والفلفل الحامي، كل حاجة من عندك من البيت. لو ما عندكيش فلافل ألوان ما تحطيش، مش مشكلة، اعمليها بالطماطم والجبن والكلام. ما عندكيش جبنة موتزاريلا أو غالية أو الكلام ده حطي جبنة قريش. ما عندكيش جبنة قريش وجبنة موتزاريلا حطي جبنة فيتا، بتبقى جميلة. جبنة الفيتا كده قطعي كده حتت قطع وارمي فوق البيتزا، طعمي بيتزتك من البيت. انا متعوده بصراحه لازم اعملها بالفراخ وبالجبن، بس ما حبيتش نعملها بالفراخ لاني الفراخ شايلاها هعمل منها ستريبس وكوكي وحاجات، فقلت اوفر شويه عشان ما اكذبش عليكم يعني، ما بقاش هدرت الفراخ ما بين بيتزا لا، يبقى يوم كده ويبقى يوم كده. طعامي لاولادك، مش لازم الفراخ تبقى في كل وجبه. يكون ما عندكيش فراخ، لا حابه بالفراخ اعملي، حابه بالتونه اعملي تونه قطع صفيها من ميتها حلوه على الاخر وحطي برضو فوق البيتزا. حابه تعمليها بالمشروم اعملي، حابه تعمليها بلحمه مفرومه اعملي، اي حاجه متاحه عندك في البيت اعملي بيها لاولادك. بواقي لحمه مش راضيين ياكلوها حمريها وحطيها عليها، بواقي فراخ حمري وحطي عليها، اي بواقي عندك في التلاجة حطي على البيتزا بتتاكل والله. لان الجبن وفي الفرن والكلام ده بيخلي الحاجه بتشجعي ولادك عليها. ما تنسونيش حبايبي من صالح دعائكم، وبكره باذن الله 15 شعبان ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. الصيام بكره باذن الله، بذكركم واذكر نفسي معاكم. لايك حبايب قلبي وشير واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. اي حد نفسه في اي وصفه يبعت لي على اللايك
يبعت لي قصدي تعليق، وانا هعمل لكم اي وصفه انتوا عايزينها فيديو. مش هبخل عليكم والله باي معلومه، يعني انا خبرتي بحطها لكم، يعني مش ببخل عليكم خالص. انا قلت لكم عجينه البيتزا والله لو عملتيها زي ما انا عملتها مش هتندمي، وهتقولي انا ازاي كنت بعمل بيتزا يعني من غير المقادير دي قبل كده. هتبقى ولو مش واثقه في مقاديري وخايفه، وعلى فكره عشان محدش يقول ان البصل هتبقى ليه ريحه وحشه ومش عارف ايه، لا اطلاقا. البصل مع البهارات مع العجينه خرافه. هقول لكم حاجه تاني كده. انا حطيت البيتزا في زي ما قلت لكم الفرن دي عندي بتاعت البيتزا اهو. بعد ما طلعت البيتزا من الفرن اهو، انا نسيت والله، كان ابني مستعجل عايز يروح الدرس، فبيقول لي يلا يا ماما يلا يا ماما، هو بيصور لي، فاضطريت اقطعها بسرعه. هي وسخنه، هي والبخار طالع منها باين عليها. ما وريتلكمش ظهرها مستوي عامل ازاي، جميله، حاجه نظيفه، حاجه بيتي، حاجه انتي عاملاها بايدك لولادك. ولا اروع من كده ولا احلى من كده ولا اجمل من كده ولا اوفر من كده. انت هتجيبي من بره حاجه واحده، الصوصات، المايونيز، الكاتشب، صوص البرجر انا كان عندي في التلاجة خرجته برضو بيحبوا يحطوا عليها. بصوا جميله، بصوا المطه بتاعت البيتزا حلوه قوي، موتزاريلا الاصدقاء دي جميله، حاجه اصلي بصراحه، غير كل الموتزاريلا اللي بتتباع جاهزه بره. الاصدقاء دي انا بثق فيها وبعملها، واللقمه نفسها والله ولا اروع ولا احلى من كده. تمام. دي البيتزا التانية اللي انا عملتها. بصوا بصوا حبايب قلبي العجينة، بصوا ولا لزقت في الايد ولا اي حاجة خالص. الصاج تيفال بس انا برش برضو زيت عشان يدي قرمشة. بصوا دي البيتزا التانية، حبيت برضو اوريكم بيتزا تانية. في ناس بتحط زيتون، بصراحة انا ولادي برضو ما بنحبهاش بالزيتون، بس كان عندي زيتون خليته، كان الزيتون عادي يعني بالبذر بتاعه، خليته لان زوجي بيحبها بالجبنة بالزيتون. اهو بصوا فردتها، هفرد، افرديها وما تقوليش انا فردتها، لا افرديها حلو. اللقمه هتعلى معاكي في الفرن على فكره، لو انت عايزه اللقمه تبقى يعني فيها لقمه حلوه كده، ما تفرديش قوي، لان هي كده كده اي حاجه فيها خميره بتتعرض للحراره بترفع تاني. تمام كده هتفرديها برضو. عايزه اقول لكم ان انا على ما عملت الصاج ده كان البيتزا الاولانيه اتنسفت، تبارك الله يعني. بسم الله ما شاء الله. اختي اعملي حبيبتي، فريدي حبيبتي فريدي. ايوه ظبطي بقى حاجة بيتك بقى واعملي. تنسوش الاشتراك حبايب قلبي في القناة ولايك بقى، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كده انا بمسح حوالين الصاج بالمنديل بتاع المطبخ عشان من البيتزا اللي كانت قبلها يعني بتبقى في جبه متنطوره كده كده بتتحرق في الفرن، بتحطي ادي الصلصه اللي قلت لكم عليها. بصوا ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الجمال ده. تسلم ايدك يا اسماء، تسلم ايدك يا سمكه. بدلع نفسي بقى، دلعوا انتوا كمان نفسكم، دلعي نفسك ودلعي ولادك ودلعي بيتك، دلعي ولادك، دلعي جوزك عشان يقول لي ايه بتعمل حاجة حلوة. تمام اهو. ابني لازم يعمل الحركة دي بتاعت التصوير، ما يرتاحلوش بالي لما يعملها. كنت بتخانق معاه اقول له بلاش يا يوسف ما تعملش كده، يقول لي لا بظبط لك الاداء يا ماما. يوسف ده الراعي الرسمي بتاعي على فكرة، هو اللي بيصور لي كل فيديوهاتي، ما حدش بيعرف يصور غيره. ما تبخلوش عليا زي ما قلت لكم باللايك واشتراك في القناة، واي حاجة انت عايزاها ابعتيلي في الكومنت وانا تحت امرك. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بكرة الصيام حبايب قلبي، بذكر نفسي وبذكركم معايا، 15 شعبان والدعاء فيه مستجاب. ادعوا بترفع فيه الاعمال بتاعت السنة كلها. ربنا ان شاء الله يحسن خاتمتنا جميعا ويغفر لنا ويسامحنا ويتقبل مننا ومنكم سائر الاعمال يا رب. النهارده باذن الله من المغرب لحد بكره الفجر ما تدعوا ربنا وتستغفروا وتصلوا وتقروا قرآن، بترفع الاعمال
وربنا بينزل في الثلث الاخير من الليل. على فكره انا زعلانه منكم برضو، في فيديوهات في كتير سمع فيديوهاتي اللي فاتت وما عمليش اشتراك. اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. برضو ابني يوسف اداها تكه كده سنس لتصوير البيتزا من تحت كده. بصوا حبايبي اهو حطيت الجبن، القريش بقى زي ما قلت لك بشرتها، والموتزاريلا. لو فيتا عندك رودس حطي، اي نوع جبنه فيتا حطي، اي حاجه عندك في البيت يلا حطي، هتاكلي انتي والولاد والله بألف هنا وشفا. بواقي لحمه بواقي فراخ، رغم ان ما اظنش ان حد دلوقتي عنده بواقي لحمه او فراخ، ما اظنش ابدا نظرا للاسعار المهوله اللي احنا فيها دلوقتي، ربنا يصلح الحال. جميله جميل جميل حلو. ايوه بصوا بقى بظبطكم، لان العين بتاكل قبل البق، فلازم الحاجه تبقى النظر يبقى حلو كده يشتهي. اني طبيعي على فكره اول ما بتقولي انا شفت الحاجه دي ريقي جري، متعودين احنا على كده. فبصوا اهو خلي ريقكم يجري اهو بالبيتزا. ايه رايكم؟ مش حرماكي من حاجه اختي، دلعوا نفسكم. انا بحب الجبنه الموتزاريلا تكون كتيره بصراحه، بعشقها. على فكره كيسين جبنه موتزاريلا كيس ب60 جنيه، تمام. الكيسين عملوا زي ما قلت لكم الثلاثه بيتزا ميني، قصدي وسط، واتنين كبيره، 3 كبيره، استغفر الله العظيم يا رب، 3 كبيره، 3 بيتزا كبيره واتنين وسط. المقدار ده عمل 3 بيتزا كبيره واتنين وسط. تبارك الرحمن الله اكبر. حطيتها اهو، ظبطت التايمر عندي بيبقى ب20 دقيقه. بظبط الاول على فريش، بيتزا فريش، و10 دقايق، وادي التايمر شغلته 10 دقايق. بتلاقيها لسه ما احمرتش من تحت، بترفعي انت الصاج، تسحبي الصاج وتشوفي البيتزا بتاعتك استوت. امين عايزاها حمرة شويه، بتزودي 10 دقايق تاني، وتاخدي منهم 5 دقايق وتفصلي. دي بعد ما طلعت. بصوا ما رضيتش اقطعها لكم بالسكينه زي المره اللي فاتت، ان البيتزا لما تتقطع بالسكين بتعجن، فانتوا ممكن تقولي دي مش مستويه. لا، هي انا قطعتها بالسكين فعشان سخنه عملت العلامه دي. بصوا قطعتها لكم بالبلدي اهو بايدي. بصوا اللقمه ازاي، تبارك الله، هشه وخمرانه ومتفرغه. بصوا عامله زي القطن. بصوا وريتها لكم من تحت. بصوا الساق تبارك الله مخليها محمره ومستويه ازاي، وبألف هنا والشفا على قلبكم.